الشوط الاولاني كان يخرج 3. لا بص، يعني اولا خليني اقول حاجه وبعدين ارد على الكلام ده. يعني اهم ماتش عندي بالنسبه لي انا بقى كل الماتشات اللي اتلعبت للاهلي السنه دي هو الماتش الجاي بتاع كهرباء اسماعيليه ده. اهم ماتش، لان انت بتاكد على حاجه وبتطلع في مرحله مهمه جدا في الدوري وقبل توقف كمان، فده اهم ماتش. لكن يعني المشكله ان لما تعيش حاله وتبني عليها مستقبل، يعني هي حاله الزمالك عنده حاله فرحه، حاله لعيبه، حاله ناس جديده، حاله حاجه كانت جديده على الزمالك، عاشوا عليها حاله. لكن ده طبعا منافي تماما للواقع والحقيقه. الزمالك بقاله اكتر من 50 سنه ما كسبش الاهلي سكور، بقول لك 50 سنه. اتنين، الزمالك بقاله 3 سنين ما بيكسبش 3 ماتشات ورا بعض اصلا مش الاهلي ما بيكسبش 3 ماتشات ورا بعض اصلا. يعني انت كنتش قلقان امبارح؟ لا قلقان، عشان ما حدش بس يبقى كذاب. اهلي وزمالك طبيعه خاصه، ماتش خاص، تمام؟ فبيجي لك قلق طبيعي جدا 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 من النتيجه ومن الحاله. لكن المعتاد والتاريخي والواقعي والحقيقي، لا، الاهلي طالما هو متماسك وعنده الروح اللي انا اتكلمت عليها وهي اللي انا مصر عليها، بغض النظر عن الاسماء او بغض النظر عن الامكانيات والقدرات، روح الاهلي، روح الفانيلا الحمراء. يعني انا اكتر حاجه بسطاني امبارح هي الروح اللي لعب بها الاهلي، تمام؟ ان انت مثلا ترجع تاني للماتش. مش عايز اقول لك مفاجاه يعني ممكن تستغربها. الاهلي بقول لك من 37 38 سنه الزمالك ما قدرش يرجع للاهلي ويكسبه. يعني لو الاهلي اتقدم ما بيقدرش الزمالك يرجع تاني الماتش ويكسبه من 37 سنه.